قعدت الصبح السيارة ما تشتغل ولا طقت. المشكلة طلعت باتري السيارة منتهي. الحمد لله والشكر عندي هذا الجهاز انقذني. هاي بطارية محمولة تشغل السيارة برمشة عين. قدرت اشغل السيارة بهاي البطارية والامور تمام. دخلت على النت اشتري بطارية جديدة والاسعار كانت صدمة، 150 و250 يورو. المهم اشتريت بطارية يطلع سعرها تقريبا 200 ألف دينار عراقي. بس المشكلة باكر عطلة وعقبه همين عطلة، فالباتري يطول 3 أيام يلا يوصل. اليوم الثاني بدون باتري، اليوم الثالث بدون باتري، وكان أوصل وألقاهم خالين لي بباب البيت. يلا مشونا نشد الباتري الجديد. هسه نجي نتخلص من الباتري القديم حتى نشد الباتري الجديد. فنكم شنو يصير إذا شدينا الباتري بالعكس؟ يعني نخلي السالب مكان الموجب. هذا أصعب شعور، من اللقمة تطيح جوا وما تقدر تجيبها، والله تكره الحياة. هذا الباتري الجديد دون. نقول بسم الله ونشغل. الحمد لله والشكر، هذا الباتري الجديد نقرا سلف. الحمد لله تمت العملية بنجاح. هسه لازم نرجع كل شيء لمكانه، وانتظرونا بالجزء الثاني. راح اودي هذا الباتري القديم للمحطة مال اعادة تدوير، تمام؟ نرجعه لان هذا يصير له اعادة تدوير. امشوا وياي بالفيديو الثاني.